السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه كيتشن سكينه مطبخ سكينه. اليوم غنشارك معكم طبق ديال العدس كيجي صحي، والذي تتبعوا الطريقه والمقادير في الفيديو. نبداو على بركه الله. كناخذ طنجره على نار متوسطه كنوضعوا فيها قليل من زيت الزيتون، بصله مقطعه الى قطع صغيره، وكنخليو البصله ديالنا تشحر على نار متوسطه. كنضيفوا قليل من اللفت مقطع الى قطع صغيره، وكنضيفوا قليل من الجزر مقطع الى قطع صغيره، وكنخليوهم يتشحروا على نار متوسطه. وكنضيفوا فص من الثوم، كناخذوا حبه كبيره من الطماطم وكنحكوها، وكناخذوا قليل من القرعه مقطعه الى قطع صغيره وكنضيفوها. كناخذوا العدس وكنغسلوه بطبيعه الحال وكنضيفوه. دائما الكميه كتبقى حسب الرغبه، وكنضيف قليل من الجلبانه، للتوابل غادي نحتاجو ملعقه صغيره ممتلئه من الفلفل الاحمر، ملعقه من السكينجبير، ملعقه من الخرقوم، والفلفل الاسود حسب الرغبه. وكنضيفوا الماء الكافي باش غيطيب لينا العدس ديالنا، وكنضيفوا القليل من زيت الزيتون والبقدونس، وكنخليو العدس ديالنا حتى كيطيب نص طيبه، وكنضيفوا الملح حسب الرغبه. من بعد ما كيطيب لينا العدس نص طيبه كنضيفوا الملح حسب الرغبه. وهنا العدس ديالنا من بعد ما وجد لينا كيجي اكثر من رائع. كنتمنى تجربوا الطريقه، وما تنسوش دائما دعمونا بلايك او ابوني، والى فيديو قادم ان شاء الله.